بكم كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، نهار جديد وفلوق جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم فلوق العيد. كنتمنى لكم اولا عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه وزياده الرزق ان شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم سائر الاعمال، الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام يا ربي، وينعاد علينا وعليكم اعوام معدوده يا ربي. ان شاء الله تكونوا دوزتوا رمضان مزيان، تكونوا دوزتوا عيدكم مزيان. واليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيفاش دوزنا العيد عندي في الدار. راكم عارفين هنايا ضروري الناس اللي متغربه ضروري كيبغيو يخلقوا الاجواء في الدار ديالهم، خاصه اللي عندهم وليدات صغار. راكم عارفين هنا كيكون بزاف ديال الاعياد ديال الاجانب. هنا حيت كيكون عندهم شي عيد راه كيديروا له بزاف ديال الديكوراسيون، بزاف ديال الضواء وبزاف د الحاجات، وكيكون عندهم سبيسيال. حتى حنا خاصنا نعلموا وليداتنا باننا حتى حنا عندنا العيد ديالنا اللي كيكون شي حاجه حتى حنا بالنسبه لينا سبيسيال، اللي كنوجدوا ليه حتى حنا كنديروا له ديكوراسيون، حتى حنا عندنا شي حاجه ديالنا اللي كنحتفلوا بها. هنايا صايبنا هاد الديكور هذا ديال عيد مبارك. صراحه كان مشى الحال ما غاديش يوصلني كون بيديتو هكا، ولكن صايبته غير بيديا، وكان صراحه شي حاجه زوينه. عاوني فيه ولدي، عاوني فيه خويا، يعني كنا قدينا هذيك الديكوراسيون، كل واحد شنو دار وجات زوينه صراحه عجباتني. جات الديكور ديالها زوين بزاف ديال عيد مبارك. كيف مشى واللي عاوني فيها، كنا تعاوننا فيها وصايبناها وجات زوينه. شي حاجه اللي كتصايبها بيدك كتكون زوينه بزاف. من بعد ما علقنا هذيك الديكوراسيون، يعني حاولت ندير غير شي حاجه هكا بسيطه بزاف، ماشي شي حاجه اللي كبيره. كاينين ما شاء الله شي وحدات كيديروا شي ديكوراسيون فنين تبارك الله عليهم. كيعجبني هذاك الاجواء، كيعجبني داك الاجواء ديال الاحتفال صراحه كنفرح. ولكن الحمد لله انا درت شي حاجه غير هكا بسيطه، راكم عارفين. صافي من بعد وراكم وجدنا هكا حلويات العيد، وجدنا الطبيله ديالنا. الصباح ديال العيد الدراري كلشي مشى للجامع يصليو. انا البلاصه اللي كنسكن فيها ما فيهاش المصلى ديال العيالات، يعني كيديروا غير الرجال. مشاو الرجال صلاو، وانا في نفس الوقت وجدت لهم الطبيله ديال الفطور. من بعد ما جاو فطرنا ودوزنا داك الصبيح مع بعضياتنا. اللهم لك الحمد، هذا العام كانت مع اللمه ديال الحباب عندي في الدار. دوزنا واحد العيد اللي زوين بزاف. نخليكم مع هاد اللقطات ونتلاقاو ان شاء الله من بعد.
بعد ما فطرنا اللهم لك الحمد ودرنا صله الرحم مع العائله والحباب في التليفون وهضرنا مع كل شيء، جلسنا وجاو عندي هاد الغزالات هادو جاو عندي للدار، وبما انهم جاو عندي ما نقدرش نصيفطهم هكا، قلت ضروري ندير لهم حنينه. انا الصراحه ماشي نقاشه وما كنعرفش نحني بزاف، ولكن كنحاول انني نرسم، يعني كنمشي غير بشويه بشويه، كتوريني النقشه اللي بغات ونبقى غادا معها غير بشويه بشويه كنتعلم. ضروري هنايا خاصك تعلمي بزاف ديال الحاجات، خاصه ما كتلقايش اللي غادي يدير لك ديك الحاجه خاصك تعلميها. والصراحه انا كنفرح حيت كنصايب هكا شي حاجه للبنات وكيف كتعجبهم وكيفرحوا بها. صايبت لهم هكا حنينه واخا ما كانتش شي حاجه اللي واو، ولكن هما فرحوا بها وانا فرحت اكثر منهم حيت هما فرحوا. اللهم لك الحمد. داز واحد الصباح زوين بزاف، نشطنا درنا موسيقى، فرحت مع البنات هكا. من بعد هما مشاو في حالهم وانا نط نوجد الغدا. غادي نحط لهم الغدا وديك الساعات عاد غادي ندير الحنه لراسي. وهذا كان هو نهارنا بالنسبه لنهار العيد. صراحه داز واحد العيد زوين بزاف. من بعد الحمد لله ما تغدينا، خرجنا هكا ورجعنا، ومن بعد درت لي واحد شويه ديال الحنه. ضروري حتى انا ندير شويه ديال الفال ديال العيد. كيف ما قلت لكم انا ماشي نقاشه ولكن كنتعلم. الحمد لله جات زوينه وعجباتني. المهم هو الريحه ديال الحنه. هذا هو كان كل شيء بالنسبه للفيديو ديال نهار اليوم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا ودوزتوا معايا وقيته زوينه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، ومره اخرى عيد مبارك سعيد.